السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ستريبس بالنودلز، حاجة كده طعمها حلو وبنحبها. قطع الفراخ تكون تخينة كده هنعرف نقطمها، حاجة كده. تعالوا اقولكوا هنعمل ايه. انا جبت صدرين من الفراخ، قطعتهم وغسلتهم غسيل نضيف جدا، وهنزل عليه برشة ملح ورشة فلفل وبصل بودر وتوم بودر وبابريكا، وهننزل كمان ب3 فصوص توم. انا استسهلت وطلعت من الفريزر وحطيته كوباية لبن. طبعا انا حطيت لبن عادي، لان انا ما كانش عندي اللبن الرايب، فما فيش مشكلة خالص. هنحط كمان رشة حلوة كده او معلقة كبيرة من الخل، بيديله طعم حلو جدا، وفي نفس الوقت بيخلي الفراخ طرية وبتستوي كمان بسرعة مع اللبن. هي دي طريقة الستريبس. هنسيبه طبعا ساعتين، احنا هنقلبه الاول وهنسيبه ساعتين لحد ما اللحمة تشرب من التوابل ومن اللبن وتبقى ناعمة كده وحلوة. وهنعملها ازاي؟ انا هسيبه ساعتين، مش هنحط عليه حاجة خالص. هنطلع بقى، هنجيب دقيق وهنجيب نشا. انا كده طلعت الدقيق كمية كبيرة علشان الستريبس بيبقى محتاج دقيق كتير، ومعلقتين نشا. بعد كده الله اكبر، الله اعظم، لا يزيد الدوام لله. انا صلاة العصر يا جماعة، الاذان بيأذن. بعد كده هنزل بالتوابل اللي انا حطيتها الاول، الثوم والبصل والبابريكا. معلش هي وقعت مني فهنحط تاني. انا هستنفع بالتتبيله واللبن اللي انا حطيته، مش هرميه. انا بدل ما احطه في الميه الساقعه واشيل واحطه في الدقيق، لا، انا هحط في التتبيله علشان فيها توابل وفيها اللبن كمان وكفايه كمان اللي انا مطلعه من التلاجة، فكله هيبقى كويس قوي وهيتشرب من الكفر كمان. الدقيق هيتشرب من التتبيله ديت ويبقى يدي طعم احلى كمان. ودي طبعا يعني دي تكايه مني انا، فاللي مش عايز يعمل كده مفيش مشكله، يعملها بالميه الساقعه. لازم تكون ميه فيها تلج او ساقعه علشان الكفر يمسك، الدقيق يمسك ويبقى الكفر كده كريسبي. لكن اللي انا بعمله ده انا بعمله كتير فعجبني وعجب الاولاد، فمفيش مشكله قوي. هما الاتنين النتيجه في الاخر هتطلع واحده، مفيش مشكله خالص. بعد كده هنسخن الزيت، ولازم يكون زيت غزير وما يكونش سخن قوي علشان يعني ما يحرقوش. احنا يكون يعني خلاص بدأ يسخن. ننزل بقى بالستريبس. بصوا هو ماسك نفسه ازاي، الدقيق ماسك والنشا كمان، فهيطلع كريسبي ان شاء الله وهيبقى طعمه حلو جدا. انا ما ينفعش يتقلب، انا بس بتاخره شويه عشان هكمل بقيه الطاسه. بعد كده هنعمل النودلز، اسفه. النودلز. طيب انا جايبه مكرونه نودلز، هحطها في ميه سخنه وبعد كده هشيلها، وبعد كده هنزل بمعجون صلصه و3 معالق من الكاتشب. سامحوني انا كنت مستعجله، كان عندي ضيوف، كنت مستعجله وكان فملحقتش ان انا اصور النودلز، بس هي موجوده في الطبق. بس، وملح وفلفل ومش اكتر من كده. وهننزل عليها بالستريبس. وحمرت بطاطس كده، بس بطاطس مكعبات تخينه، مش رفيعه. وهي دي النودلز. وكمان بصوا الستريبس عامل ازاي، حلو جدا، لونه حلو قوي، طالع مقرمش، وبألف هنا وشفا. يا رب يكون وصفتي عجبتكم، حاجه سهله كده وسريعه. اشوفكم على خير، باي باي.